اول حاجة هنا بعملها ببدأ اعصج اللحمة بتاعتي، بجيب شوية زيت واحط عليهم البصل المفروم، يعني نخليه مفروم ناعم. وبعد كده بشوح الزيت في البصل واحط عليه ملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، بتدي طعم حلو قوي. هنشوحها بس ما نحمرش البصل، تشويحة بسيطة كده. وبعد كده هنزل اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة دي تقريبا نص كيلو، ولكن انا مش هستخدمها كلها، فانتوا الكمية اللي انتوا حابينها تستعملوها. عندكم من ربع لنص كيلو تقدروا تستخدموا الكمية اللي انتوا حابينها. هشوح كده بقى، هقلبهم مع بعض لغاية لما اعصج اللحمة. وبعد كده هنزل عليها عصير الطماطم. انا غطيتها كده وسبتها تستوي. خلاص هي كده استوت. وبعد كده هننزل عليها بقى عصير الطماطم، هكون ضربة كده طماطم 4 أو 5، وانزل